السلام عليكم بنات، معكم اختكم ميك اب ارتست بشاير جمعة. اليوم سويت لكم هذا اللوك الخفيف، لوك النو ميك اب، على طلب وايد بنات كلموني. اتمنى يكون عجبكم اللوك، تابعوا الفيديو. اول شيء بعد ما رطبت بشرتي استخدمت حماية من الشمس، هذا من نيوترجينا. اوكي، حطيته على كل بشرتي بهالطريقة، توزعينه بيدك عادي. بعدها راح استخدم هذا البرايمر من سماش بوكس، على طول استخدمه، يعني استخدام يومي وحفلات وكل شيء. زين، راح احطه على كل وجهي بهالطريقة. مثل ما شايفين بشرتي متروسة تصبغات وكذي. البنية اللي ما عندها تصبغات لا تستخدم هذه الخطوة، بس اللي نفسي سواد العين واللي هني فيها تصبغات تسوي هالخطوة. راح اخذ من ميك اب فور ايفر هذا البرايمر، اوكي، اللون على اورنج، اي برايمر اورنج مو شرط هذا. اوزعه بشكل خفيف وايد. والحين راح نستخدم الفاونديشن. طبعا انا لان ابي لوك يومي ونو ميك اب لوك، فما ابي فل كفر، ابي شيء يكون شوي ناعم. فراح اخلط هذا الفاونديشن، اخترته لان الاغلب عنده انفالبل من لوريال، وبخلطه مع هذا البرايمر من ميك اب فور ايفر على اساس يخففه ويعطي شوي ديو لوك، لان هذا وايد مات وبنفس الوقت هم ثابت. فراح اخلطهم بهالطريقه على ايدي كذي بالفرشة، إذا أخففها كذي شوي. أوكي، أبدأ أوزع بالفرشة. الحين يا دور الكونسيلر، راح استخدم الكونسيلر هذا من مايبلين. أوكي، درجتي ميديوم. انا ما احب الاسفنج اللي تكون وياه، احس انها تجمع جراثيم وبكتيريا، فاحب اشيلها دائما واستخدمها على طول من الفتحه مالته. اوكي، راح اخذه على طول اوزع بهالطريقه. اجيب البيوتي بلندر، ابدي اطبطب. الحين نفس الكونسيلر راح استخدمه، راح احطه فوق جفوني، اوحد اللون تحت حواجبي، انظف بيوتي بلندر، اشيل الزايد بس. عشان اوحد اللون وما يكون كذي، يكون كذي. الحين راح استخدم هذه الباودر ميك اب فور ايفر الاتش دي البيضة. اوكي، هي الباودر ميزتها ان هي ما فيها لون، بنفس الوقت تثبت كل شيء، وما انا ما ابي لوك الماتي فول كفر، فخفيف كذي كلش، فرشة كبيرة امشي على اللي سويته. الحين راح استخدم هذا البلشر ميك اب فور ايفر، هو كريمي. اوكي، رقم 335، لونه شوية على بني فاتح على برونز. راح استخدمه بلشر وبرونزر وكونتور خفيف حق كل وجهي، ما راح استخدم وايد اشياء، بس هذا لان اللوك راح يكون ناعم وايد. شوي مو كونتور، شيء بسيط بس، شيء 3D بس خفيف. بنفس الكونتور اللي استخدمته او البلشر هذا راح احطه فوق عيني. ابي وجهي كله يكون يعني نفس الروح، ما ابي شيء غير، شيء كذي خفيف بصبعي. الحين بستخدم إضاءة خفيفة وناعمة من ماك، اسمها لايت سكابد، هذه هي. اوكي، هي شوية جاية يعني على ابيض شوي، فبصبعي اخذها كذي اوزعها بطريقة بسيطة حق هايلايت طبيعي.
بما ان اللوك نو ميك اب فاحنا ما راح نرسم الحواجب وايد لان انا عندي شعر. اللي ما عندها شعر مضطرة انها ترسم، بس انه من قدام لا يكون وايد محدد، يكون ناعم. فمجرد تعبئة حق الشعر عشان يصير شكلنا مرتب بس بهالطريقة. الحين بنفس الشادو المات اللي استخدمته حق حواجبي، بس طقة بسيطة بالفرشة نفسها هذه المشطوفة، شي بسيط. بس قبل لا احط المسكرة راح استخدم هذه الكسارة الرموش من شويميرا، هذه الجديدة صغيرة كذي ومشكنمة. انا خوافة طبعا ما احب الكسارة، فهذه يازت لي وايد يازت لي، يعني حق الخوافين تمام. احطها كذي دي اكسر. الحين يا دور المسكرة بعد ما كسرت الرموش راح استخدم هاي المسكرة من إيزادورا. هي ميزتها ان لما تغسلينها او تشيلينها بسرعة تروح. انا احب المسكرة اللي تكون سهلة المسح، فهذه عجيبة. راح ابدي احط طريقة الحين راح استخدم هذا حق الشفايف واسمها ناتشورال من مايكا بيوتي. وبكذي خلصنا النو ميك اب لوك. انتوا شفتوا الحين خلصت تقريبا كل شيء، يعني المسكرة يعني تكتفي بهالاشياء اللي حطيتها خلاص تقدر تطلع انه كنو ميك اب وشي ناعم. بس انا ما اكتفي طبعا وما اقدر اطلع كذي الا مع رموش. فيعني في بنات نفسي ترى مو بس انا، يعني وايد بنات نفسي لازم رموش. فالرموش انا اللي بستخدمها الحين اساس اني اكمل الشيء هذا واطلع، عرفتوا؟ فراح استخدم هذه اسمهم امينة من مجموعة البيجي لاشز. فبنات لا تضحكون والله ما اقدر اذا بدون رموش احس في شيء غلط بالموضوع. اوكي، فراح استخدمهم مع هذا الصنبغ الدوش شفاف. الحين خذيت الرموش بالملقط بهالطريقة. اوكي، راح اركبهم من فوق لتحت كذي. وبكذي ركبت الرموش بنات وارتحت نفسيا وخلصت لكم اللوك النو ميك اب حق اليوم. اتمنى يكون عجبكم اللوك، ولا تنسون تسووا لي سبسكرايب ولايك وكومنت، وهم تابعوني على سناب شات والانستغرام. مشكورين.